تخيل دولة في اليمن حللت سبي نساء المسلمين وكأنهم كفار. لا، أنا لا أتحدث عن الغزو الصليبي، أنا أتحدث عن دولة بني مهدي في تهامة. المؤسس علي بن مهدي بدأ كواعظ زاهد مسكين، انتهى كأبشع سفاح عرفته الأرض. حاصروا مدينة العلماء زبيد لسنوات. المؤرخون يقولون الناس أكلت الجيف ثم الكلاب من شدة الجوع. الأيديولوجية كانت من ليس معنا فهو كافر، فاستباحوا دماء اليمنيين، والأفظع سبوا الحرائر وباعوهن في الأسواق. هذا الجنون استدعى تدخلا خارجيا لا ينسى. صلاح الدين الأيوبي بنفسه أرسل شقيقه توران شاه ليمحو هذه الطائفة من الوجود. تاريخ اليمن مليان دويلات أغرب من الخيال. إذا أردت أن تعرف القصة الكاملة وكيف انتهت محرقة تهامة، تابعنا لمعرفة القصة كاملة.